السلام عليكم، ونتمنى أنكم بخير وعلى خير. قبل ما نبداو نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما نساوش أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ودابا نبداو على بركة الله. تخيل معايا نجحتي في الباك ووصلتي لداك الحلم اللي بزاف د الناس كيتقاتلوا عليه، والعائلة ديالك كاملة فرحانة بيك، والدار عامرة والزغاريت والضحك، والناس جاية وكتبارك ليك. ومرة واحدة شي واحد اللي قريب ليك غادي يجيب ليك واحد الكادو. الكادو ما كانش شي حاجة كبيرة، كان عبارة على بوبوية. وبالمعزة ديالك لداك الشخص غادي تقرر باش تحافظ على هذيك الهدية وتخليها عندك في بيتك. ولكن من بعد شي ايامات كتولي كتفيق كل ليلة على أحلام خايبة. دماغك اللي كان خدام مزيان غادي يولي ثقيل، بحال الا ما عمرك قريتي. والمستقبل اللي كان تيبان انه غادي يكون زوين ولا ما معروفش ولا ما واضحش. والمصيبه الكبيره واللي كنتي ما ضربش ليها الحساب هي ملي غادي تعرف على ان هذاك الكادو هو سبب هاد المشاكل كامله. هاد القصه وقعت مع واحد البنت وسميتها ايمان من مدينه فاس. وبلا ما نطول عليكم وندخلوا في القصه. في واحد الحي شعبي في مدينه فاس كانت عايشه ايمان مع والديها، وهي البنت الوحيده اللي خرجوا بها في هاد الدنيا. كانت عائلة بسيطة على قد الحال، ومن ذاك النوع ديال الناس اللي إلا سولتي عليهم ما كاينش اللي غادي يقولها فيهم خايبة. كيف ما تنقولوا حنايا الله يعمرها دار. الاب كان خدام على قدو، والام كانت ربات بيت، وايمان كانت هي ديك النواره ديال الدار. ماشي غير حيت هي الوحيده اللي عندهم، ولكن حيت كانت قرايه، كانت كتقرا مزيان وكانت ذكيه بزاف. ومن صغرها وهي كتجيب نقاط مزيانه وكتكون من الاوائل. زيد عليها حتى من الاساتذه ديالها ديما كيشكروا فيها. هاد العام كان عندها الباك، يعني عام ديال الستريس، عام ديال السوايع، الحفاظه، السهر، والعينين اللي كيحماروا فوق الكتوبه. ايمان ما خلاتش من جهدها، حلمات بالطب وخدمت على هذا الحلم ليل ونهار. وجا النهار الموعود اللي هو النهار ديال النتائج. هذيك العشيه الدار كانت ساكته، السكات ديال احنا كنتسناو. ايمان جالسه فوق الناموسيه شاده تليفونها وخايفه من المجهول. امها كدور في الكوزينه وكتقرا القران، وباها كان جالس في الصاله وكيتسنى. والديها كانوا كيدعيو ربي باش يفرحهم وبنتهم ما يضيعش ليها هاد العام ديال التماره والحفاظه. خصوصا انهم كانوا شاهدين على شحال ديال التماره ضربات والصهير والفياق بكري. وهما جالسين شويه غوتات ايمان واحد الغوته، ولكن ماشي ديال الخلعه، وانما كانت غوته ديال الفرح. ماشي غير نجحات، وانما جابت النقطه اللي كانت كتحلم بها، النقطه اللي غادي تفتح ليها البيبان ديال اي مدرسه بغات، وخصوصا الطب واللي كان هذا هو الحلم ديالها. هذيك اللحظه الدار تقلبات، والزغارات ديال امها سمعوها الجيران. وباها هذاك الراجل اللي كالم وقليل فين كيبين اولا كيعبر على المشاعر ديالو غادي ينوض وغادي يبدا كينقز بحال شي دري صغير، وغادي يعنقها وغادي يبدا كيبكي معاها وغادي يقول لها انا فخور بك بزاف يا بنتي، سيري الله يرضي عليك. الحمد لله ربي ما خيبناش والله يكمل عليك بالخير. ما بين قوسين بغيت نقول حاجه وحده: شكرا لاي اب ولاي ام اللي تقاتلوا مع ولادهم باش يفرحوهم وحرموا راسهم من بزاف ديال الحوايج باش يكونوا سبب كبير من بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الفرحه. وبالنسبه للدراري والبنات اللي ما خداوش الباك، فراه هذه ماشي هي نهايه العالم، وكونوا متاكدين باللي ربي مخبي لكم شي حاجه ما حسن. والناس اللي عندهم الباك هذا العام فالله ينجحكم كاملين. وبطبيعه الحال نفس الشيء بغيت نقولوا لاختي الصغيره هاجر: الله ينجحك وينجح كاع الناس اللي كتقرا. المهم الخبر انتشر في الحومه والجيران بداو كيجيو وكيباركوا. ها اللي جايب معاه بلاطو ديال الحلوى، ها اللي جايب معاه المناضه، كل واحد وكيفاش كيعبر على الفرحه ديالو بايمان. الدار عمرات والفرحه كانت في كل قنت. وما غادي يعرف هذا الشيء غير اللي عاش في حومه شعبيه اللي الجيران ديالها دايرين بحال شي عائله وحده. وسط هاد الروينه وهاد الفرحه هادي دخلت فاطمه الزهراء، واللي هي مرت عم ايمان. فاطمه الزهراء كانت معروفه بلسانها الحلو، يعني هذاك النوع اللي يقدر يبيع لك الحجر غير بحلاوه اللسان. ولكن قلبها الله اللي كان عالم به. دخلات وهي كتزغرات ومشات عنقات ايمان وبدات كتبوس فيها وكتقول ليها: الف مبروك الكبيده ديالي، تستاهلي كل خير. انا كنت عارفه باللي بنتي غادي ترفع لينا راسنا. دارت الواجب ديالها، جبت معاها جوج ديال الدجاجات محمرين، الديسير، المناضه. يعني نقدروا نقولوا جات وجابت معاها العشاء. ولكن كان مع هاد العشاء واحد الكادو سبيسيال لايمان. مدات ليها واحد الساشي زوين وقالت ليها: هذه واحد الهديه، واحد الذكرى بسيطه مني ليك باش تبقاي ديما كتفكريني.
حلات ايمان هذاك الساشي وبدات كتشوف فيه ولقات واحد البوبويه. بوبويه كانت زوينه، ايمان شكراتها بزاف ولكن جاتها في شي شكل. قالت مع راسها دابا انا عندي 18 عام اصلا، ونجحت في الباك وان شاء الله غادي نمشي للكليه ديال الطب، ومرات عمي جايبه لي بوبويه في شي شكل اولا كادو ما مناسبش للحدث. وفي نفس الوقت ما سوقاتش. المهم ان مرت عمها ما نساتهاش وتشكر على الكادو في كاع الاحوال. وزيد عليها اصلا ايمان كانت تالفه مع شي كادوات اخرين اللي كانوا جاوها، وفاطمه الزهراء في الاصل راه ما عمرها ما كانت كتجيب ليها شي حاجه غاليه. ملي سالا داك النهار تفرق المجمع، هزات ايمان ديك البوبويه وحطاتها في واحد المكتبه عندها في البيت حدا الكتوبه ديالها واللي كانت كتبان زوينه تماك. وهي ما كانتش عارفه باللي راه حطات خلاها في بيتها وبيديها. دازت واحد المده من مور هادشي، كلشي كان عادي، كلشي كان مزيان. ايمان كانت فرحانه كتوجد وراقها للكليه باش تدخل وكتشري شي حوايج جداد. ولكن من بعد شهر تقريبا بدات القصه كتاخذ واحد المنحى ولا واحد الاتجاه اخر. بدات باحلام مخربقين في الاول. كانت كتحلم بشي صوت كيوشوش ليها في ودنيها، صوت بارد وكيخلع وتيقول ليها ما غاديش تكملي، هي ما غاديش تكملي. كتفيق مخلوعة، ولكن كانت كتصبر راسها وكتقول بلي هاد الشي عادي وبلي هذا كوشمار وما عنده حتى شي معنى. هاد الأحلام بدات كتعاود كل ليلة، وغدا وكتطور من سيء لأسوأ. حلمات براسها في واحد البيت مظلام والضو كيشعل وكيطفى بالزربة، وشوية تيبان ليها بوبويا الشكل ديالها تيخلع، عينيها كانوا حمر وشعرها كان مقطع. البوبويا بدات كتحرك بشوية، ومره واحده غادي تنقز وغادي تهجم عليها. فاقت ايمان مخلوعه وكتغوت. امها جات كتجري ولقاتها كترعد، عاودت ليها شنو شافت في هاد الحلمه. امها بقات جالسه وكتهدن فيها وكتقول ليها تعودي بالشيطانه بنتي وهذا غير حلم وصافي، نوضي وصلي 2 ركعات. دازو ايامات، بقات ايمان كتشوف دوك الاحلام كل مره. ولكن واحد الليله واللي كانت قبل ما تدخل الكليه بنهار واحد، حلمات براسها في واحد الكولوار طويل وضيق بحال دوك الكولوارات ديال السبيطارات القدام. كانت واقفه في الظلام وبوحدها وما قادراش تتحرك. وهي في ديك الوضعيه سمعت واحد الصوت ديال شي خطوات جايين من وراها. دورات راسها بشويه، لقات واحد البوبويه كبيره كانت قدها ولا طول منها، واقفه من وراها وكتشوف فيها بواحد العينين اللي كانوا كيخلعوا حمر. وقالت لها بواحد الصوت يخلع وبحال الا راه معصبه وكتقول لها قلت ليك ما غاديش تكملي، هي ما غاديش تكملي، فبلا ما تحاولي، هنا اخرتك. نات ايمان كتغوت وكتبكي بواحد الهستيريا. البنت كانت مخنوقه وما قادراش تنفس. امها دخلت لعندها وبقات فايقه مع هذيك الليله كامله، جالسه وكتقرا عليها في القران حتى طلع الصباح. لا غدا ليه مشات ايمان الكليه، حاولت تنسى كاع داكشي اللي كانت كتحلم به وتكون شي شويه بوزيتيف. ولكن وسط اول محاضره جاها واحد الصداع في الراس اللي ما عمرها حسات به. البروف كان كيشرح شي حاجه اللي بسيطه، ومن داكشي اللي كانت ايمان كتلعب به لعب، يعني شي حاجه سهله بزاف. ولكن هي كانت يبان ليها داكشي بحال شي لغه جديده، بحال الهيروغليفيه مثلا. عقلها تبلوكا، البنت صافي تفورماطات. وملي حاولت غير تنقل داكشي اللي مكتوب، يديها بدات كترعد وحسات براسها بحال شي واحد امي اللي ما عمرو شد ستيلو. بدات ايمان كتعرق وتوترات، ما فهماتش شنو كيوقع ليها. قالت مع راسها واقيلا غير حيت الطب صعيب وخاصني نولف. ولكن في الداخل ديالها شي حاجه كتقول ليها ان هاد الشيء راه ماشي طبيعي. ملي رجعت للدار نفسيتها كانت ماشي هي هاديك. واول حاجه غادي تقولها لامها هي ما فيا اللي يمشي الكليه غدا، ما عنديش الكانه. امها تصدمات وما فهماتش كيفاش ايمان اللي كانت كتموت على شي حاجه سميتها القرايه دابا غادي تجي عندي وتقول لي ما بغيتش نمشي، والسبب هو ما عنديش الكانه. دازت مده على نفس الروتين، وباها صافي قال غادي نديها للطبيب. داروا ليها شي تحاليل ديال فقر الدم، الفيتامينات، السكر وشي تحاليل اخرين. كلشي غادي يخرج مزيان، والطبيب غادي يقول لهم هاد الشيء ربما عنده علاقه بالضغط النفسي. وعطاوها شويه ديال الفيتامينات، ولكن الحاله ديالها غدا وكتزيد ترجع للور. بدات ايمان كتلاحظ شي حوايج ماشي هما هادوك في بيت النعاس ديالها. ملي كترجع من الكليه كتلقى هذيك البوبويه اللي حطاها في ديك الخزانه ولا في ديك المكتبه تبدلت ليها البلاصه.
مرة كتلقاها مالت على اليمين ومرة كتلقاها مالت على اليسار. كانت كتقول مع راسها يمكن باللي امها كتدخل البيت باش تنقيها ولا باش تجمعها، وكتقيس هاد البوبويه بلا ما ترد ليها البال. ولكن واحد النهار رجعات لقات البوبويه طايحه في الارض، والوجه ديالها كيشوف في الباب نيشان بحال الا كتسناها. سولات امها وقالت لها واش دخلتي للبيت؟ جاوباتها قالت لها لا. وزيد على هذا الشيء كامل ان هذيك المكتبه راها ثقيله، يعني صعيب انك تحركها، ومستحيل ان البوبويه طيح بوحدها. هنا بدات كتخلع اكثر ما هي مخلوعه. من بعد بدات كتشم واحد الريحه خايبه، ريحه مخلطه ما بين ريحه التراب وشي حاجه خانزه. قلبات البيت كامل ما لقات والو، والريحه كانت كتجي بالضبط من ديك المكتبه، وخصوصا هذيك البوبويه. مشات لجهتها وهزاتها، حسات بها سخونه، ما فهماتش السبب ورداتها لبلاصتها. ايمان ما بقاتش كتنعس كثر من 3 ديال السوايع، وفي الجامعه ولات بحال شي جسد بلا روح. الا سولتيها شنو قريتي ولا شنو قال البروف، كتبقى غير حله فيك فمها بحال الا هي اصلا ما كانتش معاكم. ولات بعض المرات كتبكي بلا سبب. واحد الليله حلمات بلي كانت ناعسه في بيتها وسمعات الدقان في الباب. مشات باش تحل، ما لقات حتى شي واحد. رجعات لفراشها وشافت شعر البوبويا غادي وكيطول بوحدو، حتى وصل عندها الناموسيتها وبدا هذاك الشعر كيدور ليها على رجليها. فاقت مخلوعه، شافت البوبويا بلاصتها عادي، ما كاين والو. هذيك الساعه بحاله تعصبات ونط بلا عقل. مشات كتجري جهه البوبويا، عرفتي بحال بكثرت ما كتخاف من شي حاجه صافي كتاخذ القرار انك غادي تواجهها. هزاتها وحطاتها في واحد المجر ديال الحوايج وسدات عليها. صراحة أنا ما فهمتش علاش ما لحتهاش من الأول، ولكن ما عليناش. كانت يسحب ليها ملي غادي تحيدها من قدامها صافي كلشي غادي يرجع عادي. ولكن للأسف ماشي داكشي اللي وقع. الحالة ديال الإيمان غدا وكترجع للور، ولات كتكره شي حاجة سميتها القراية. ولات كتقول لأمها راه ملي كنمشي لشي محاضرة وكنبغي غير نكتب، يدي كتبقى ترعد وكتجيني الدوخة وكنبدا نبكي بلا سبة، وزايدون ما كنفهم حتى شي حاجة. ولات كتخاف تدخل لبيتها بوحدها، وكتطلب ديما من امها باش تنعس حداها. شخصيتها تبدلات 180 درجه. من هذيك البنت الضحوكيه ولات واحد البنت ساكته عينيها دبلو، وما بقات كتحس بوالو. ما بقات حتى شي حاجه كتفرحها، واخا والديها يحاولوا يديروا اللي داروا. حتى لواحد النهار غادي يصوني التليفون ديال ايمان، وكانت فاطمه الزهراء مرت عمها. الو ايمان، كي دايره حبيبه؟ لاباس عليك؟ كي دايره مع الكليه؟ راني سولت عليك وقالوا لي بلي راكي عيانه شي شويه، ياك لاباس؟ ايمان جاوباتها بواحد الصوت ديال واحد بين فيه مريض، وقالت ليها صراحه ماشي مزيانه مرت عمي. اي حاجه كنديرها ما كتصدقش، وليت عايشه الرعب غير بوحدي. فاطمه الزهراء ضحكات وقالت ليها لا لا لا، ما تقوليش بحال هكاك. هذاك راه غير الطب، راه تيكون صعيب في الاول وانتي قاده بها تبارك الله. اجي بعدا. والبوبويا اللي جبت ليك كي دايره؟ باقا عندك؟ ايمان سكتات واحد شويه وقالت مع راسها علاش كتسول على هاد البوبويا وهادي شهور باش جابتها ليا؟ سولتها ايمان وقالت ليها مازال عندي، ولكن بغيت نسولك منين كنتي جبتي ديك البوبويا مرت عمي؟ ضحكات فاطمه الزهراء واحد الضحكه بحال ديال السخريه، فهمتيني؟ وقالت من المحل ديال اللعاب. علاش كتسولي؟ وقبل ما تجاوبها ايمان قالت لها شوفي، المهم هو تخليها معك وحطيها في شي بلاصه اللي تكوني كتشوفيها ديما باش تبقى تفكرك بيا، راكي عارفاني كنبغيك بحال بنتي. ايمان قطعت المكالمه ودماغها مخربق. اخر جمله بقات كدور ليها في راسها هو علاش مرت عمي مصره باش البوبويه تبقى قدامي، وهي عندها اصلا واحد الحاسه ولا من الداخل ديالها تيقول ليها على ان هاد الشيء كامل وهذا الرعب كامل راه سببه هو ديك البوبويه. هذيك الليله ايمان ما جاهاش النعاس، ناضت في 2 ديال الليل وقررت انها غادي دير شي حاجه اللي كانت خايفه منها. مشات للمجر، جبدات ديك البوبويه وكانت مخلوعه، بدات كتقلب فيها ولاحظت ان الخياطه اللي عندها في الظهر ماشي خياطه ديال المعمل، كانت خياطه باليد وبواحد الخيط كحل وغليظ، بحال الا شي واحد حلها وعاود خيطها. جابت مقص صغير وبدات كتحل ديك الخياطه بشويه وهي كترعد. حلاتها وبدات كتجبد داك الفايبر ولا داك الصوف اللي لداخل. واحد شويه والبنت بحال التبلوكات صافي جمدات بلاصتها. وسط داك الصوف غادي تلقى واحد الكمشه ديال الشعر كحل وطويل ومخلط مع شي ضفار مقطعين، وواحد الطرف ديال الثوب كحل.
هذيك اللحظة واحد الريحة خانزة بحال ديال شي جيفة طلعت من ديك البوبوية وضربتها في وجهها، رمات داكشي من يديها وبدات كتغوت وكتبكي بواحد الشكل اللي هستيري، وهي كتبكي بدات كتعيط على امها. وراتها داكشي، امها حتى هي تصدمات، بدات كتقرا آية الكرسي وحتى هي كترجف معاها وقالت ليها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه خدمه ديال السحوره بنتي، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. عيطوا لباها، قالوا ليه كل شيء. تصدم في الاول وما بغاش يتشيق، ولكن ملي شاف داك الشيء بعينيه عرف باللي هاد الشيء ما معاش اللعب وما معاش الضحك، وخاصو يلقى شي حل بالزربه قبل ما يخسر بنته. لا غدا ليه جابوا واحد الفقيه، واحد الراجل كبير وجهه منور ما كيتعامل لا بشعوذه ولا معاجين، كيعالج غير بالقران. دخل الفقيه للدار وقبل ما يهضر قال لهم الدار عندكم ثقيله وعامره، الجو ديالها ما عجبنيش، حطوا ليه هذيك البوبويه وداكشي اللي لقاوه فيها. غير شاف داكشي قال لهم هاد الخدمه راه ديال الربط والتعطيل، باش البنت توقف على القرايه وعلى اي حاجه في حياتها، واللي دارها شي واحد قريب منكم وكيعرفكم مزيان. الفقيه شرح لهم على ان ماشي اي هديه كتكون نيتها مزيانه، وكاين بزاف ديال الناس قلوبهم مريضه ومستعدين يبيعوا دينهم والدين والدنيا غير باش ياديو اللي حسن منهم. ملي عرف على ان مرت عمها هي اللي جابت ليها هذا الكادو، قال لهم قطعوا معها التعامل نهائيا، وما تعاودوا تاخذوا منها حتى شي حاجه، وما تخليوهاش تجي عندكم، وركزوا على العلاج ديال البنت بالقران والرقيه، ومع الوقت كل شيء غادي يرجع كيف ما كان وحسن ان شاء الله. باها ما قدرش يسكت، هز راسو مشى كيجري عند خوه. في الاول خوه ما تيقش باللي مرتو ممكن دير هادشي، ولكن ملي عاود ليه شنو لقاو في البوبويه وكل شيء بالتفصيل عيط على مرتو. نكراتش في الاول، ولكن من يواجهوها بالحقيقه وما بقى عندها فين تكذب اعترفت بكل شيء، وهي كتبكي وكتقول لهم سمحوا لي، راه غير الغيره والحسد اللي عماو ليا العينين، وهذا الشيء كامل علاش؟ غير حيت بنتها ما جابتش واحد النقطه مزيانه، وهي ما قدراتش تشوف ايمان غدا للطب وهي بنتها لا، فمشات عند واحد الشوافه ودارت لي هذيك الخدمه في البوبويه. صراحه كانوا لحظات صعاب بزاف، العائله تفرقات. باها ديال الايمان قال لخوه مرتك ما عمرني غادي نسمح ليها، انت خويا على راسي وعيني، ولكن هاد الشيطان اللي مزوج بيها ما تجي عندي ما والو. ونصيحه لك اخويا، رد البال، راه اللي يديرها مره يديرها جوج، وعلى وجهك انت وجه وليداتك ما غاديش نديكلاري بها، ولكن اقسم بالله وطرا لبنتي شي حاجه ما غنعقل عليها. العلاج ما كانش سهل، ايمان دوزات شهوره وهي كتعالج بالرقيه الشرعيه والقران، وشويه بشويه بدات كترجع لحالتها الطبيعيه. رجعت ليها القنا ديال القرايه، رجعات كتركز. دازت سنين على هاد الواقعه. ايمان كملات قرايتها وتخرجت طبيبه ديال القلب والشرايين ودارت كابيني ديالها، ولكن هاد التجربه راه ما عمرها غتنساها. ومن داك النهار ما بقاتش كتقبل حتى شي كادو من حتى شي واحد الا عائلتها الصغيره وبعض الناس اللي قلال اللي قرابين ليها وكتثق فيهم مزيان، وخصوصا الهدايا اللي على شكل العاب ولا تحف ولات كتخاف منهم. اما فاطمه الزهراء فتيقولوا انها تبدلات بصح وولات كتصلي وما كتخلي حتى فرض، ولكن هذا الشيء ما منعش على ان راجلها طلقها، حيت الثقه فاش كتفقد مستحيل ترجع. وهذه كانت هي القصه ديال ايمان والبوبويه المسحوره، قصه كتعلمنا ان ماشي كل يتمدات ليك بهديه فيها الخير، وان اخطر عدو ليك يقدر يكون هو اقرب واحد واللي كيبتسم في وجهك كل نهار. بغيت نقول لكم شكرا لاي واحد وصل لهاد الدقيقه في الفيديو، وما تنساوش ديك لايك وكومنت، ونشوفكم في فيديو جديد مع قصه جديده. السلام عليكم.